وبعديها طلعت على شقتي وانا منهارة وعمالة اعيط. ولما جوزي جه طبعا كانت هي قالت له، ولما طلع لي طبعا جيت احكي له، قال لي انتي كدابة، انتي عملتي وي وي وي، وكذبت في حاجات انا ما عملتهاش. لا والله العظيم انا ما عملتش كده. امي هتكذب يعني ولا ايه؟ انا امي ما بتكذبش، وامي بتقولي الحقيقة، انتي اللي كدابة. صدقني انا مش بكذب، انا بقول الحقيقة. بقولك ايه، انا اصلا قرفان من كل ده، فانتي اعدلي كده واظبطي معايا احسن هخليكي تندمي. طبعا قعد يقولي كلام كان قاسي قوي. فضلت استحمل واستحمل واستحمل لحد ما عرفت ان انا حامل. طبعا انا مش هخرب على بيتي، ومضطرة ان انا اكمل علشان خاطر الطفل اللي في بطني او الطفلة. طبعا حتى وانا حامل محدش فيهم عتقني، ده كانت بتخليني اعمل كل حاجة في الشقة من غير ولا رحمة. كنت تعبانة جدا، اجي اقول لها تعبانة مش قادرة، كانت تقولي هو انتي اول ولا اخر واحدة تحملي ولا ايه؟ ده احنا كنا بنولد من هنا وفي نفس اليوم بنقوم، يعني جيلكم من غير جيلنا، انتوا اللي متدلعين. لا يا حبيبتي انتي بقى الكلام ده كله، واعملي كل حاجة عشان تبقى صحتك عافية كده. طيب فضلت استحمل لحد ما خلفت وجبت بنوتة. بعديها قلت اني خلاص انا المفروض ان انا استحمل وأعدي علشان خاطر بنتي، لان بنتي ملهاش ذنب انها للأسف تبقى مع أب وأم منفصلين عن بعض. وفعلا فضلت كده وأنا عمالة أعدي لحد ما سيلفي التاني ده جه وقال إن هو هيتجوز. قلت ياه، يمكن لما تيجي بقى مراته تشيل من عليا شوية وارتاح أنا. وفعلا كنت بقول كده، وفعلا اتجوز. بس اللي أنا كنت متوقعاه ما حصلش، ده لقيتها بتعاملها انها اميرة وانا الخدامة بتاعتهم. هي ليه بتعمل معايا كده؟ ايه العداوة اللي بيني وما بينك علشان تعملي فيا كده؟